عزيزي المغترب او اللي ناوي يبقى مغترب، اخوك جاي لك من المستقبل يحكي لك الحدوته ماشيه ازاي علشان تبقى واقعي وتبقى فاهم ان هي مش زي ما كل الناس فاكرين. هطلع اسافر لي سنتين ثلاثه وارجع واقول خلاص اللهم امين. اسمع يا سيدي، اول حكايه طبعا انت مضغوط ماديا وعايز تسافر عشان تحسن من مستواك الاجتماعي او تشوف طموحاتك ايه، فبتضطر انك انت تتداين او تبيع حاجه عندك او تميل على الحاجه او الحج وتشوف انت هتعمل ايه، وتطلع الطيارة بتاعتك بعد ما تجيب التذكرة والتأشيرة وفيزة العمل إياها، وتبقى نازل هناك في المطار بتاع البلد اللي انت رايحها كأنك نازل مطار الأحلام، شايف طموحاتك وشايف نفسك بعد كام سنة هتبقى من الناس الأغنياء، وتسافر وتبتدي أول خطواتك في أول سنة تتصدم بمجتمع تاني، تقاليد وأعراف مختلفين وصفات ناس برضو مختلفين، فهتلاقي نفسك بتبتدي تتصدم لغاية لما تفهم النظام والسيستم ماشي ازاي، وترجع بعد أول سنة تقول يا غربتي إيه اللي خلاني أبعد عن أهلي وصحبتي، وتبقى عندك القرار إنك أنت 50% راجع و50% لأ، فتبقى حاجز التذكرة بتاعتك في أول سنة ذهاب بدون عودة، وعادة ده بيحصل معاك أول 3 سنين بالكتير. والمهم تنزل وتلاقي ان اصحابك بيتكلموا معاك، يقول لك اعقل يا عم الحاج، ايه يا ابو حميد هو انت سافرت في ايه وجاي في ايه، روح وجرب كمان لك سنه سنتين، تروح تجرب لك سنه كمان، وبعد سنه تلاقي نفسك نفس الموال، هوب 3 سنين وتلاقي نفسك ابتديت تسدد يا دوبك اللي كان عليك، ما هو انت اتصدمت، ما انتش رايح تغرف من الاموال، وفي النهايه انت تعبان وشقيان فيهم كمان، لكن يا دوبك زي ما بقول لك بتسدد اللي عليك. سددت اللي عليك يا حلو، تقول الله هو انا همشي خطوه وارجع خطوه، امال انا كنت سافرت ليه؟ روح جرب لك كمان سنتين، ويروح رايح كمان سنتين، هوب يا دوبك مسك قرش يجيب بيه حبه ذهب ولا شبكه، يرجع يقول لك انا اخطب، ترجع تخطب وترجع بقى عشان تجيب الهدايا كمان سنه، فبعد سنه وترجع تعمل الخطوبه، الله ده انا عايز اجيب شقه محترمه، طب ما تسافر لك كمان سنتين، الله ده احنا خلاص اتجوزنا، ما انا عايز اعيش الست دي في عيشه كريمه، قد تكون في الغربه ما انتش بتمسك قرش، بس على الاقل عايش عيشه محترمه اللي نفسك بيه بتجيبه، عايز التليفون الفلاني بتجيبه، اللبس الفلاني بتجيبه، فتقول الله كمل بقى كمان سنتين، وكمان سنتين الزوجه تجيب لك عيل ولا 2، طب انا عايز اعيش ولادي في عيشه كريمه زي العيشه اللي انا شفتها، لا اكمل لي كمان سنتين، طب الولاد كبروا وبقوا بعيد عني، قدامك حل من الاتنين، يا تسيبهم في البلد اللي انت كنت عايش فيها، يا تاخدهم معاك هم كمان في الغربه، لو انت سبتهم وبقيت عايش في البلد مغترب وحيد، هيفضل عندك الشوق والحنين انك عايز تجري وتجمع قرشين، لكن في النهايه هتلاقي نفسك مش قادر تكمل في السكه دي، تروح برضه جايبهم يعيشوا معاك عشان يعيشوا عيشه هنيه، ولما يجوا معاك ويعيشوا هناك هتلاقي الاوضاع اختلفت، ما بقتش وحيد لوحدك، في اللي يسندك تكمل في السفر. اما النوع التاني اللي بياخد معاه مراته والعيال ويقول لك اشوف لي كمان هناك سنتين، ده اسمع مني لا يمكن هترجع، خلاص الولاد هياخدوا على العيشه وعلى المجتمع وعلى الاصول والتقاليد اللي نشأوا فيها، هيبقى صعب انك ترجع بيهم، زوجتك نفسها بعد ما كانت في اول سنه ولا سنتين تقول لك وحشاني البلد، يوم ما هترجع من الاجازه تقول لك لا انا شايفه فيها عيوب كتير، انا عايز افضل في المجتمع اللي خلاص اتظبطنا عليه، وتمشي معاك الحدوته سنه ورا سنه، طب انا ارجع كمان 5 سنين واجيب لي بقى فيلا ولا بيت ولا حاجه محترمه، تلاقي الاسعار عماله تغلى، وانت تفضل مع التكالب ده وتجري هناك عشان تحاول تمسك فلوس، ترجع بلدك تلاقي الدنيا غاليه، وتفضل الدايره ماشيه، وانت سنه ورا سنه، وكل سنه ترجع في الاجازه تقول دي اخر سنه، وتفضل في الصراع اروح واكمل ولا افضل قاعد هنا. خلي بالكم يا جماعة، 5% 10% بس من اللي بيقدروا يطلعوا في الغربة ويحددوا أهدافهم ويرجعوا لبلدهم بعد ما يكونوا مسكوا قرشين يكونوا مستقبلهم، الأغلبية بيروحوا وما بيرجعوش غير لما يكونوا خلاص عجزوا، وفي النهاية ما بيقدرش يستمتع، لأن القرشين اللي بتبقى عملتهم في سنين غربتك بعد 20 30 سنة يا دوبك العيال عايزين ياخدوهم منك ويحطوك في أي حتة ويقول لك بقى عجوز، مش ترجع تستمتع بيهم. خليك واقعي وابقى عارف اهدافك من الاول، وخطط انت رايح تسافر ليه، هدفك تمسك قد ايه، ما تروحش مع ندهة الغربة وتاخدك السنتين في السنتين وتقول الله ده ضاع مني العمر وانا هنا في الغربة ومش عارف ارجع بلدي، يا ريتني ما كنت سافرت، لا يا سيدي، كلها مقدرات وكلها ارزاق، بس المهم نبقى مخططين احنا عايزين ايه، لو انت عايز تروح في الغربة وما ترجعش تاني، او على الاقل انت فاهم انت ماشي في ايه، لكن لو انت رايح بقى ومستني ان ليها بدايات وليها نهايات، احب اطمنك الغربة ليها بدايات بس مش شرط تمسك فيها النهايات. ربنا يصلح حالي وحالكم ويهون غربة كل مغترب ويحقق له كل اللي يتمناه. السلام عليكم.
تتمس بالعافيه.